معاكم من أكبر حديقة على ساحل البحر المتوسط كله، الحدائق الملكية، حدائق المنتزه. أهلا بيكم، معاكم إيريني من قناة إيجي تورينا. أنا مرشدة سياحية وبعمل فيديوهات عن الأماكن السياحية والأثرية في مصر. لو عجبتكم فكرة القناة اضغطوا حالا على سبسكرايب عشان توصلوا كل الفيديوهات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها. Amazing! احنا كلنا عارفين ان المنتزه كانت بتتجدد لحوالي 3 سنين، وكمان المنتزه بتعتبر هي المساحة الخضراء او الحديقة الرئيسية اللي موجودة في اسكندرية. فالمكان ده كان قبل ما يكون حديقة هو مكان اثري. فتعالوا دلوقتي نشوف يا ترى ايه اللي كان بيحصل في خلال ال3 سنين دول جوه المنتزه، وايه التغييرات اللي حصلت جوه. اللقطات اللي قدامكم دي لقطات متاخدة من وقت التجديدات، بحيث برضو افرجكم عليها عشان تعرفوا الفرق ما بين المنتزه قبل التجديد او بعد التجديد. وفي الفيديو ده انا هركز فقط على الحاجات الجديدة. في اخر الفيديو تقدروا تحكموا بالتغيير اللي حصل جوه، وطبعا هستنى رأيكم في التغييرات الجديدة. لو عندكم اي ايجابيات او سلبيات فياريت تكتبوها تحت الفيديو. طبعا بجانب معلومات تاريخية هنعرفها وهنشوف كل الجديد اللي جوه. في شواطئ، في اسواق، في بحيرات جديدة. تعالوا نشوف كل المفاجآت دي في الفيديو ده، لكن ما تسرعوش الفيديو عشان فيه معلومات مهمة اول مرة تتقال. ويلا بينا. اول ما بندخل من البوابة احنا عارفين ان في بوابتين. في البوابة الرئيسية اللي موجودة قريبة من البحر، والبوابة التانية اللي هي عند محطة قطار المنتزه. انا دلوقتي موجودة عند البوابة الرئيسية ناحية البحر. اول ما بندخل بندفع التيكت سعرها للفرد 25 جنيه زي ما هي بالنسبة للفرد المصري او الاجنبي. لو انت معاك عربية بتدفع التيكت ليك وتيكت للعربية. بتدفع بارك للعربية 50 جنيه، وبعد كده بتركنها في بارك خاص بيها. البارك اللي موجود عند المدخل على ايدنا اليمين زي ما احنا شايفين قدامنا. بتركن العربية لان ممنوع دخول العربيات حاليا في المنتزه. النظام الجديد ان ما ينفعش تدخل بالعربية جوه، وده عشان يقللوا التلوث. لو انت لوحدك ممكن تاخد عجلة. في قدامنا عجل مصر، بتأجر العجلة لمدة ساعة ب50 جنيه، والنص ساعة ب25 جنيه. وفي حاليا ممشى جوه المنتزه مخصص لركوب الدراجات. طب لو انت دخلت ومش عاوز تاخد العجلة، او مثلا لو معاك أسرة، هتعمل ايه؟ دلوقتي هيكون قدامك حلين. لو انت بتحب المشي فانت هتمشي، لكن هتعمل حسابك انك هتمشي كتير قوي جوه عشان المنتزه كبيرة جدا. تاني حل انك ممكن تاخده الجولف كار. تعالوا نشوف دلوقتي نظام العربية دي وسعرها. بتلاقوا علامة الجولف كار موجودة قدامكم جنب العجل، وبيبقى فيه نوعين منها. بتختلف نوعية الجولف كار ما بين الجولة او الافراد. لو انتوا عددكم من 1 ل4 افراد بتاخدوا عربية صغيرة. العربية دي ممكن تعمل جولة كاملة في المنتزه كلها لمدة ربع ساعة، وبترجعكوا تاني في نفس المكان، البوابة او المكان اللي انتوا اخدتوا منه العربية. الجولة الكاملة دي ل4 افراد او من فرد ل4 افراد بتبقى سعرها 100 جنيه. 100 جنيه لجولة كاملة 15 دقيقة ل4 افراد او اقل من 4 افراد. لو انتوا عددكم اكتر من 4 افراد فبتاخدوا جولف كار الكبيرة، ودي بتبقى سعرها 160 جنيه برضو لمدة ربع ساعة، وبترجعكوا تاني لنفس المكان اللي كنتوا فيه. ده في حالة ان انتوا واخدين الجولف كار وعايزين تتفرجوا على المنتزه كلها تاخدوا جولة كاملة. لكن طبعا الربع ساعة دي بتبقى وقتها صغير جدا ان انتوا تشوفوا كل الاماكن، خاصة ان الناس اللي بتحب التصوير هتقف في كل مكان شوية. ده هياخد وقت اكتر، فممكن بتضاعفوا السعر. في سعر تاني ليها لو انتوا مش حابين تاخدوا الجولة الكاملة لمدة ربع ساعة. ممكن بس العربية بتوصلكوا جوه لحد مكان معين. انتوا بتحددوا المكان ده باختياركم، سواء كان القصر سواء كان الكوبري، اي مكان جوه انتوا حابين توصلوا له. فبتدفعوا بس 20 جنيه تمن التوصيلة رايح. لكن عشان ترجعوا تاني بتاخدوا عربية تانية. العربيات بتكون منتشرة في كل انحاء المنتزه.
يعني بتدفع 20 جنيه رايح للمكان اللي انت رايحه للفرد الواحد، وبعد كده بتدفع 20 جنيه تانية وانت راجع. انا دلوقتي اخدت الجولف كار جولة كاملة في المنتزه علشان افرجها لكم كلها حتة حتة. المبنى اللي قدامنا ده صهريج المية، ده من ايام محمد علي باشا، وكمان كان في طاحونة الهواء من ايام محمد علي، وبنلاقيها عند المدخل على ايدنا اليمين. يلا بينا نبدأ الجولة. المنتزه من اجمل الاماكن اللي ممكن تقضوا فيها يوم كامل في اسكندرية، والمنتزه دي عبارة عن حديقة ملكية لان هي بتضم قصور المصيف الخاصة بالعيلة الملكية، وبيرجع تاريخها للخديوي عباس حلمي الثاني. في يوم كان بيتمشى هنا، المكان ده كان وقتها معزول ومهجور عن باقي أنحاء المدينة، وهو أعجب بالمكان وكان معاه وقتها الفرقة الموسيقية بتاعته، وبعد كده هو قرر ان هو يبني هنا قصر اللي هو أصبح قصر السلاملك، وده كان أول قصر يتبني هنا، هنشوفه شوية كده. في على ايدنا الشمال منطقة الكيدز اريا، شوية مراجيح كده للأطفال، ودلوقتي احنا في طريقنا لمنطقة الأشجار النادرة. المبنى الأخضر اللي قدامنا ده من الحاجات الجديدة، ده عبارة عن سوق هيتباع فيه المنتجات اللي بتنتجها المنتزه نفسها، الحديقة نفسها. في عاملين جوه المنتزه صوبات زراعية بتنتج بعض المنتجات الزراعية، وهيتم بيعها جوه السوق ده. والسوق ده كان فيه مكانه قبل كده ماكدونالدز، واللي قدامنا هو برضو مكان جديد ده الباركينج عشان بتركنوا فيه العربيات هنا، علشان طبعا زي ما عرفنا ان الجولف كار تم استبدالها بدل العربيات التانية اللي بتعمل تلوث، وده بيدي امان اكتر للتمشية جوه المنتزه. احنا هنا دلوقتي وصلنا لمنطقة الفيجاس. اول ما بتدخل الشارع هنا بتحس انك رجعت بالزمن ورا 100 سنة، لان الشارع ده عبارة عن اشجار. الاشجار دي اسمها اشجار الفيجاس، عمرها اكتر من 100 سنة. الاشجار هنا متوزعة على صفين، صف زي ما احنا شايفين يمين وصف شمال، وفروعها من فوق كانت زمان طويلة جدا، وكانت بتمتد وكانت بتتشابك مع بعض، لدرجة ان هي كانت بتعمل مظلة، وأشعة الشمس ما كانتش بتقدر تدخل وتنور الجزء ده من كتر التشابك بتاع الأشجار، كان بيقفل المكان هنا خالص، وكانت بتعمل مظلة. عايزة أقولكم كمان ان كل شجرة من الأشجار دي مترقمة، وبيجي حد من وزارة البيئة كل فترة عشان يعتني بيها. وكمان الشجرة دي بتعتبر من عجائب ربنا، لأن الشجرة دي لما بتعطش بتدي أمر للأغصان بتاعتها إن هي عطشانة، فبالتالي الفروع بتاعتها بتتلف حوالين الشجرة، أو الفروع بتنزل لحد الأرض علشان يدور على أقرب مكان فيه مية ويسقي الشجرة. الشارع ده كمان مميز قوي لو انتوا حابين تاخدوا فوتو سيشن، لو انتوا حابين تركبوا عجل، المكان هنا آمن جدا، وكمان بيحسسك كده بالأفلام القديمة. الشجر ده كمان كان منتشر زمان في القاهرة، خاصة في منطقة شبرا. على اليمين في قدامنا الباركينج، هو امتداد للباركينج اللي من أول البوابة لحد هنا، علشان يقدر يستوعب كل الأعداد اللي بتيجي خصوصا أيام الأعياد. دلوقتي احنا اتحركنا، هنروح دلوقتي على منطقة جديدة، هي منطقة قصر السلاملك. واحنا معديين قبل ما نوصل بنلاقي على ايدنا اليمين
في جزء كبير من الملاعب دي كانت اوريدي موجودة في الأول، لكن اتوسعت، بقت بمساحة أكبر. في كل الألعاب تقدروا تلعبوها هنا. مساحة حدائق المنتزه كبيرة جدا، حوالي 370 فدان. اتبنت المنتزه وهي موجودة حاليا في موقع حي المنتزه شرق اسكندرية بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892. دلوقتي احنا وصلنا عند مكان جديد، هو البحيرات الصناعية. عدد البحيرات هنا 4 بحيرات بتربط ما بينهم شلالات، حوالي 3 شلالات. والشلالات معمولة من الأحجار الطبيعية. البحيرات دي بتاخد مساحة 31 ألف متر مربع. في قدامنا فيو حلو قوي للقصر السلاملك، وده الكازينو الخاص بالقصر. قصر السلاملك كان أول قصر يتبني هنا بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني. أول ما جه المكان هنا قرر إن هو يبني القصر ده ويهديه لصديقته المجرية اللي أصبحت بعد كده زوجته، واتسمت باسم جويدان هانم. الهدف من وجود البحيرات هنا، هي بحيرات صناعية بتساعد في ري الحدائق اللي احنا شايفينها قدامنا دي كلها، وكمان هي بتعتبر مكان للجذب السياحي، وخصوصا ان المكان حلو قوي فعلا للتصوير. مكملين لسه جولتنا، وبحاول اعمل لكم فوكس على الحاجات المهمة اللي تقدروا تيجوا تشوفوها هنا وتستمتعوا بيها. احنا لحد دلوقتي عرفنا فين طاحونة الهوا، فين مكان البارك، عرفنا الاسعار، وشوفنا صهريج المية، شوفنا منطقة الكيدز اريا والاسواق الجديدة وشارع الفيجاس والبحيرات، ولسه مكملين عشان نشوف باقي الحاجات الجديدة اللي اتعملت هنا. المكان اللي قدامنا ده هو عبارة عن استراحة، مكان زي استراحة. والمكان اللي جنبه اللي هو اخد شكل جذع النخل ده لسه غير محدد، يعني غير محدد الفانكشن بتاعته هتبقى عبارة عن ايه يعني بالظبط. احنا عارفين ان المنتزه كانت المكان الخاص او المصيف الخاص بالأسرة الملكية والملك فاروق، وكانوا بيقعدوا هنا، وكان فيه قصور زي قصر السلاملك وقصر الحرملك. لما نوصل عندهم هقول لكم الفرق ما بينهم ايه. المبنى اللي قدامنا ده كان عبارة عن اكتفاء ذاتي خاص بالأسرة الملكية، كان بيحتوي على كل أنواع الخضار والفاكهة واللحوم كانت موجودة هنا. بيتم حاليا تجديد المكان، وبيفكروا يعملوه زي حديقة للحيوان. لما نيجي نبص على شكله هنلاقيه ان هو اخد شكل بيوت النعام. والمكان ده بيطل على منطقة البحيرات من ناحية تانية زي ما احنا شايفين على ايدنا الشمال. دلوقتي احنا هنعدي على مكان اللي هو المبنى الأصفر اللي قدامنا ده اسمه الصوبة الملكية. كان الملك فاروق مجمع كل نبات على مستوى العالم من كل بلد، هو كان بيجيب نبات معين، وتم تصميم المكان ده من خلال مهندس معماري إيطالي. هو عمل له المبنى ده، وتم وضع نموذج لكل نبات على مستوى العالم. والهدف من المكان ده أو الصوبة الملكية، كان الملك فاروق بيحب يستمتع بشرب الشيشة في المكان الموجود ده، وكان في مكان مخصص في الأرض بيحط فيه الشيشة، وكان بيستمتع بشرب الشيشة وسط النباتات المختلفة اللي كانت على مستوى العالم. هو كان مجمعها وحطتها في المكان ده، والمكان ده مقفول تماما، محدش بيقدر يدخله.
احنا كده رايحين في اتجاه الكوبري. اللي فيكو بيحب يتفرج على الافلام القديمه، افلام عبد الحليم والافلام القديمه كلها، هيفتكر المنظر اللي احنا شايفينه على ايدنا الشمال. المكان ده اتصور فيه فيلم او افلام يعني كتيره. كان اشهرهم فيلم ابي فوق الشجره. لو انتوا فاكرين افلام تانية ممكن تكتبوها تحت في الكومنتس. احنا كده تقريبا وصلنا خلاص عند الكوبري. على ايدنا اليمين في مبنى ده خاص بشاطئ المعمورة، ده حاجة تانية سيبريت برا المنتزه. ده اللي موجود جنب المنتزه بالظبط. كان في هنا على ايدنا الشمال شاطئ فينيسيا. شاطئ فينيسيا اتنقل بقى على ايدنا اليمين زي ما احنا شايفين قدامنا. الشاطئ ده مفتوح وتقدروا تيجوا هنا عادي. سعر التيكت هنا للفرد 125. احنا هنا وصلنا عند الكوبري. لو انتوا وصلتوا هنا بتقدروا تنزلوا بتاخدوا صور هنا فوق الكوبري، او بتتمشوا لان العربية ما بتدخلش لحد جوه، لان لسه كشك الشاي اللي هو موجود في اخر الكوبري لسه زي ما هو لسه موجود. كشك الشاي ده كان المكان المفضل للعيلة الملكية، كانت بتجتمع فيه لتناول وجبة الفطار. تمام، المكان لسه موجود زي ما هو ولكن لسه بيتجدد. فاحنا ما دخلناش جوه، هنكمل عشان نشوف مناطق تانية. قدامنا هنشوف مبنى هو فندق فلسطين، ده هكلمكم عنه شوية كده. ودلوقتي احنا في اتجاه فندق السلاملك. شايفين الأرضية عاملة ازاي؟ الأرضية هنا زي ما تكون متقسمة لكذا حارة علشان اللي هم حابين ياخدوا دراجة أو للعربيات الجولف، مكان مخصص ليها. مكان آمن جدا للمشي لركوب الدراجات. دلوقتي احنا وصلنا عند السلاملك. قصر السلاملك هو أول قصر يتبني هنا في المنتزه من وقت الخديوي عباس حلمي الثاني، وأهداه لزوجته جويدان هانم سنة 1892. بعد كده القصر اتحول لمكان لإقامة الملك فؤاد، والملك فؤاد هو والد الملك فاروق. الملك فؤاد الأول خصص قصر دوت للحاشية ورجال الأعمال الخاصين بيه، وكان مخصص للزيارات والمقابلات اللي كانت بتتم من خلال الملك في المكان ده. والملك فؤاد الأول بنى قصر تاني هو قصر الحرملك. بعد كده في وقت الملك فاروق، الملك فاروق خصص القصر ده انه يكون مكتب ليه. لما نيجي نعمل زوم كده هنلاقي حرف الاف، الحرف ده بيرمز للملك فؤاد الأول والد الملك فاروق. القصر حاليا بيضم 14 جناح، هو مفهوش غرف، هو عبارة عن سويتات. السويتات كلها أخدة طراز الملكي، وأهم سويت فيهم أو جناح هو الخاص بالملك، بيطل على الحديقة مباشرة، وليه بلكونة مخصصة، بلكونة كبيرة جدا هي بتسع لحوالي 100 فرد، وكانت بتطل على الحديقة. في وقت الحرب العالمية الأولى من 1914 ل 1918 تم استخدام القصر ده كمستشفى عسكري خاصة بالجنود الإنجليز، لأن مصر وقتها كانت تحت الاحتلال الإنجليزي. وبعدها الفندق اتحول لقصر من وقت الثورة اللي قامت على الملك سنة 1952، ومن وقتها أخدته شركات سياحة مختلفة، والفندق حاليا تحت الترميم. من ضمن المقتنيات اللي موجودة داخل الفندق سرير الملكة نازلي والدة الملك فاروق وزوجة الملك فؤاد الأول، وأيضا مقتنيات الملك فاروق الخاصة بمكتبه. لما بنتمشى قدام شوية هنلاقي قدامنا برج الساعة. برج الساعة ده كان المنبه الخاص بالملك فاروق. أول ما المنبه بيضرب كانت بتطلع 4 تماثيل مصنوعة من الذهب تحيي الملك. وانت في المنتزه بتحس باسترخاء تام. المكان هادي جدا بعيدا عن دوشة العربيات، والمكان زي ما احنا شايفين مناسب جدا للعائلات او للأصدقاء. دلوقتي احنا وصلنا عند فندق هيلنان فلسطين. ووصلنا عند فندق هيلنان فلسطين، قدام من الفنادق جميلة في اسكندرية، فندق 5 ستار.
اتبنى سنة 1964 في عهد الرئيس عبد الناصر، وهدفه مقابلة رؤساء الدول العرب في مؤتمر القمة العربية سنة 1964. الفندق بيضم حوالي 239 غرفة، منهم 14 سويت والباقي 204 غرفة عادية، وفيه 6 كباين مطلة على البحر، وطبعا ليه شاطئ خاص بيه. هنكمل هنلاقي قدامنا القصر الملكي قصر الحرملك. القصر تم بناؤه سنة 1925 وانتهى 1929. بناه الملك فؤاد الأول على يد المهندس الإيطالي فيروتشي. القصر اخد الطابع الإيطالي، بياخد أرضية كلها معمولة من الرخام، والقصر بيتميز كمان بوجود تماثيل برونزية ورخامية وفيه لوحات زيتية، أهمها لوحة بائعة الخضروات، ودي فكرتها زي فكرة الموناليزا، بتلاقي عينيها بتبصلك في كل اتجاه. غرف القصر مطلة على 4 جوانب. دلوقتي احنا هنروح عند الجانب اللي بيطل على الكوبري والفنار. قدامنا الكوبري اللي لونه احمر، ووراها بيبقى فيه منتجع المعمورة، وبنلاقي اللايت هاوس او الفنار. ده كان الفنار الخاص بالملك فاروق. وقدامنا المبنى ده اللي هو الابيض، ده فندق فلسطين. هنكمل دلوقتي علشان نشوف واجهة القصر من عند البوابة الرئيسية اللي هي بتطل على الشاطئ نفسه. المكان ده لسه تحت التجديد. احنا عارفين من وقت ما قامت الثورة على الملك سنة 1952 ان كل الحديقة اتفتحت للعامة ما عدا القصور. السلاملك اصبح فندق، والحرملك اصبح قصر للرئاسة. ايام الرئيس السادات كان القصر مقر لإقامة الرئيس الامريكي جيمي كارتر، ولان هما كانوا على علاقة طيبة ببعض فبنلاقي صورهم دايما مع بعض، خصوصا في متحف السادات بالمكتبة، وده عملتلكوا عنه حلقة قبل كده. وهنا القصر بنلاقيه متقسم لدورين. الجزء العلوي ده مخصص للأميرات، وجناح الأمير أحمد فؤاد وجناح الملكة نازلي. وكمان القصر ليه أسانسير معمول من أجود أنواع الخشب. الشبابيك الخاصة بالقصر والبوابات كلها معمولة من نظام الزجاج المعشق، بتبصلها كأنك بالظبط بتبص على لوحة فنية، والمنظر ده بيفكرنا بمتحف المجوهرات أو قصر المجوهرات. وده بيضم كل الممتلكات الخاصة بالعيلة الملكة، بداية من محمد علي من 1805 حتى آخر ملك 1952. هعمل لكم عنه حلقة إن شاء الله قريب. وموجود على ايدنا الشمال كشك الموسيقى، زي اوبرا كده صغيرة خاصة بالعزف. والقصر ده اتبنى على هضبة عالية، وحواليها في مجموعة من الأشجار والنباتات المختلفة، وبيطل مباشرة على البحر. ومن بره في زخارف ورسوم هندسية. واللي قدامنا ده فندق قصر المنتزه. كان مشروع المنتزه بدأ من حوالي 2 أو 3، هو في 2020. كان بعد كده المصريين كلهم اتضايقوا، مش بس اللي في اسكندرية لكن كل المصريين، بسبب انه كله كان خايف على الأشجار النادرة والنباتات اللي موجودة هنا. لكن طبعا المنتزه قبل ما تكون حديقة هي مكان أثري زي ما احنا شايفين. فعايزاكم تكتبولي رأيكم تحت في تجديد المنتزه بعد ما شوفنا الفيديو ده، ايه رأيكم فيها، وتكتبولي بقى كل السلبيات والإيجابيات اللي انتوا شايفينها في المشروع ده. لسه مكملين عشان نشوف ايه تاني الحاجات الجديدة اللي بقت موجودة في المنتزه. في على ايدنا اليمين حاجة جديدة برضو، دي عبارة عن مخيمات. المخيمات دي اخده شكل كأنك في غابة،
معمولة كلها من الجذوع الأشجار والنخل. الكامبات دول عددهم 31 ودول بيتسموا بكليوباترا فورست أو غابات كليوباترا. ودول شكلهم زي ما احنا شايفين قدامنا، شكلهم زي الكامبات الموجودة في الغابات، ودول مطلين على البحر مباشرة. ودي حاجة من الحاجات الجديدة اللي ما كانتش موجودة. احنا هنا دلوقتي هنروح على اجمل فيو، هو قرية البارادايس. القرية دي موجودة ضافت هنا جديد، هي عبارة عن غرف اخدة نفس التراث بتاع الساحل الشمالي، اسمها البارادايس. موجودة دايركت سي فيو، موجودة قريبة من البوابة وقريبة من الكامبات اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. عندنا الفيو هنا نقدر نقول ان هو اكتر من رائع، الفيو هنا تحفة. في كمان عندنا السلالم اللي موجودة قدامنا دي متوصلة بكوريدور من فوق، بحيث ان انت لو موجود في الغرفة بتاخد على طول الكوريدور وبتنزل على طول من خلال السلالم دي على البيتش على طول. المكان هنا فعلا تحفة. العدد الوحدات او الغرف الموجودة هنا حاليا 153. المكان حاليا لسه بيجهزوا فيه، لكن زي ما احنا شايفين هو بالظبط اخد نفس شكل الطراز اللي موجود في بورتو مارينا والساحل الشمالي. حابة اشكركم ان انتوا لسه موجودين بتتفرجوا على الفيديو، وحابة برضو اعرف ايه هي اكتر الاماكن اللي عجبتكم جوه المنتزه حاليا، وايه رأيكم في المنتزه الجديدة. اكتبولي كل رأيكم تحت. ودلوقتي هنشوف اخر جزء، هو الجزء ده لسه بيتجدد، لسه مش باين بالظبط هو ممكن يكون ايه، بس هو غالبا هيكون كافيهات. اتمنى تكون المعلومات اللي في الفيديو دي استفدتوا منها. المنتزه مش بس مكان او حديقة، هو مكان اثري، فلازم لما بنيجي هنا بنحافظ على كل مكان فيه، ما نكتبش على الاشجار، ما نرميش في الارض، الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم وتدعموه باللايك والشير، واستنوني ان شاء الله في حلقات تانية كتيرة عن اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.